بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. طبعا زي ما وعدنا طلابنا ان شاء الله ننزل المحافظات كلها. معانا النهارده محافظه رقم 4 هندسه، محافظه اسكندريه. محافظه سهله وبسيطه، ركز كده معايا وصلي على النبي، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. وتعالى لنا يلا سمي الله كده، هات كراستك كده. اول سؤال بيقول مجموع قياسات، هو طبعا هنا في الامتحان بادئ باكمل فما فيش مشكله. اول سؤال طالب منك مجموع قياسات الزوايا المتجمعه نقطه، طبعا دي محفوظه من زمان 360 درجه. أ ب ج مثلث في زاوية أ ب100، أطول ضلع في المثلث طبعا أ، أكيد هي أكبر زاوية. ليه يا أستاذ أكبر زاوية؟ لأن المثلث كله 180، ففي زاوية أ دي واخدة 100 لوحدها، أكيد ب وج الاتنين واخدين 80، يعني أكبر زاوية في المثلث حتى لو هو مقالش هي زاوية أ. طب فين بقى الضلع اللي قدامها؟ هو الب ج، وأكيد الب ج ده أكبر ضلع في المثلث. طيب السؤال رقم 3، إذا كان الميم 5 سنتي و8 سنتي وطول ضلعين في مثلث، فإن أكبر عدد صحيح يمثل طول الضلع الثالث. طبعا طول الضلع الثالث بنعمل فترة مفتوحة، طرحهم ومجموعهم، لما اطرحهم يطلع 3 ولما اجمعهم يطلع كام؟ 12. اتفقنا؟ يبقى الفترة طول الضلع الثالث بنجيب فترة مفتوحة، مرة بنطرحهم ومرة بنجمعهم. 5 ناقص 8 أو 8 ناقص 5 ب3، ولما اجمعهم يطلع 12. بعد كده عاوز أكبر عدد صحيح يمثل طول الضلع الثالث. طب يا أستاذ طول الضلع الثالث 5 و8 12 ايه؟ 13. غلطة مطبعية دي ولا معلش 13. المهم هو عاوز أكبر عدد صحيح يمثل طول الضلع التاني. طبعا احنا قلنا من 3 ل 13 بس فترة مفتوحة، يعني التلاتة مش معايا وال13 مش معايا، يعني معاك 4 5 6 7 8 9 10 11 12، فأكبر ضلع هو اليمين ال 12. اتفقنا؟ اتفقنا، أرد عليا اتفقنا. ماشي. السؤال رقم 4، طول متوسط المثلث القائم الخارج من نص القايمة يساوي ايه؟ نص طول الوتر. صح. السؤال اللي بعده. ماشي، كبر الأسئلة دي شوية. الزاوية التي قياسها 70 تكمل، طبعا لو قال تتمم بطرح من 90، تكمل بطرح من 180، فأقول له 180 ناقص 70 يطلع 110. طب لو قال تتمم بنطرح من 90، فأطرح الرقم اللي هو من دول من 90. السؤال رقم 2، طول أي ضلع في مثلث نقط مجموع طولي الضلعين الآخرين. لو ضلعين هيبقوا أكبر من طول الضلع التالت. طب لو ضلع لوحده أكيد مش هيبقى أكبر، هيبقى أصغر من الضلعين التانيين، لأن الضلعين هم الكبار، فلما أقول لك ضلع واحد يبقى أصغر من مجموع الضلعين التانيين. أ ب ج مثلث في أ ب بيساوي أ ج، يعني معنى كده إن المثلث ده مثلث مثلث ساقين، فإن الزاوية الخارجة عند الرأس ج لازم تكون إيه؟ لازم تكون طبعا مالها؟ لو أنا عندي مثلث مثلث ساقين أهو أ ب ج، فقال لك إن الزاوية الخارجة عند الرأس ج، طبعا ده مثلث مثلث ساقين. يعني إيه مثلث مثلث ساقين؟ يعني الزاويتين القاعدة دول متساويين. فأنا بقول لك إن زاوية الجيم اللي بره دي لازم هي أصلا الزاوية الخارجة بتساوي إيه؟ مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. يعني هي أصلا هتساوي زاوية أ زائد زاوية ب، والب بتساوي الج، فكده لازم تكون زاوية منفرجة. ماشي، لازم تكون زاوية منفرجة. اللي بعده رقم 4، نقطة تقاطع متوسطين المثلث تقسم بنسبة كام إلى كام من جهة القاعدة؟ طبعا من جهة القاعدة يبقى الرقم الصغير الأول، لأن هي 1/2. من جهة القاعدة 1/2، ممكن تكون 2/4، ممكن تكون 3/6، ممكن تكون 4/8، لأن بدل قالك من جهة القاعدة يبقى الرقم الصغير الأول. احفظها كده، اكتبها عندك في الكراسة. لو قالك من جهة الرأس يبقى الرقم الكبير هو الأول، 2/1، 4/2، 6/3، الرقم الكبير هو الأول. لو قال لك من جهة القاعدة يبقى الرقم الصغير هو الأول. السؤال اللي بعده قايل لك هنا في المثلث أ ب ج، أ ج أكبر من أ ب، طبعا أ ج الزاوية اللي قدامه هي زاوية ب، كنا بناخد الحرف الناقص. لو المثلث اسمه أ ب ج، لو أنا خدت منه أ وج يتبقى ب، لو خدت منه ب وج يتبقى أ، فتاخد الحرف الناقص. أ ج مين اللي قدامه؟ ب. طب أ ب مين اللي قدامه؟ ج، يبقى كده زاوية ب أكبر من زاوية ج، فأقول له أكبر يا أستاذ اللي هي الرقم 1. السؤال اللي بعده، طبعا السؤال ده اتكرر في كل الامتحانات تقريبا وحليناه كذا مرة، بس يلا تعالى نقوله تاني اهو. هنقوله هو عاوز محيط المثلث الصغير، هقول بما أن ه منتصف الألف ج، وده المنتصف الألف ب، وب، أو خلاص والله وب ه، ده اسم متوسط في المثلث أ ب ج،
وعندك ج د برضه متوسط في المثلث أ ب ج، ده متوسط وده متوسط. يبقى إذا الميم هي نقطة تلاقي متوسطات المثلث، لأن اتقابل فيها الثلاث المتوسطات، يعني اللي هو الجيم د والهي د والهي ب، فكده الميم دي نقطة تلاقي متوسطات المثلث. هات بقى الأطوال، يلا الميم د بياخد نص الجيم ميم، فالجيم ميم عندك بكام؟ بستة، يبقى ده ب3 سم. خليك ايه متأكد ان انت عندك 3 أطوال كل واحد بياخد نص، ده 6 يبقى ده 3. طيب الميم ب ب8، يبقى الميم ه ب4، يبقى الميم ه هياخد نص الميم ب، ياخد 4 سم، سمى ده رقم 2. آخر حاجة اله د اللي هو ده اللي في النص، ده بياخد نص مين؟ نص الجيم ب، يبقى اله د هياخد نص الجيم ب، ياخد 5 سم. وفي الآخر نجمع ال3 أضلاع دول، 1 و2 و3، فأقول له محيط المثلث هيساوي 3 زائد 4 زائد 5، 3 زائد 4 7، 7 و5 12، يبقى 12 سم. السؤال رقم ب، طبعا أنا مركزش في السؤال ده كتير، لأن المفروض يتحل كتير يعني ويتفهم. السؤال رقم ب، تعالى بقى نشوف السؤال ده، تقريبا برضو على ما أتذكر يعني إن ده كان موجود في الامتحان رقم 3 اللي قبله على طول. طبعا مديك إن أ ب بيساوي ب د بيساوي ج د بيساوي أ د، عاوز قياس زاوية أ د ج، يعني عاوز منك زاوية ت اللي فوق دي كلها. طبعا عندك مثلثين، تعالى نبتدي بالمثلث اللي على الشمال اللي هو ب د ج، ده مثلث متساوي الأضلاع. إيه اللي عرفني إن هو متساوي الأضلاع؟ عشان الألف إيه يا ابني بقى؟ هو في ألف أصلا؟ عشان الب د بتساوي الد ج بيساوي الج ب، يبقى إذا أقدر أقول إن قياس زاوية ب د ج بتساوي قياس زاوية ج بتساوي قياس زاوية د ب ج، كل واحدة منهم ب60، يعني دي ب60 ودي ب60 ودي ب60. طب تعالى بقى في المثلث اللي على اليمين، في المثلث اسمه إيه؟ أ ب د، عندك الب أ بتساوي الب د، ده نوعه إيه؟ متساوي الساقين. وبدل متساوي الساقين لو أنا عندي زاوية واحدة أعرف أجيب الزاويتين التانيين، لو أنا عندي زاوية الرأس أعرف أجيب زاوية القاعدة. تقول لي إزاي؟ ما هو أنت عندك زاوية ب دي ب90، طب ما أنا أقدر أجيب زاوية أ وأقدر أجيب زاوية د، عشان ده تساوي الساقين، في ساقين قد بعض، الساقين اللي بيساووا بعض هما الألف والدال، فأقول له 180 ناقص ال90 على الاتنين، تطلع معاك ب45 درجة. يبقى دي بقت ب45 واللي جنبها ب60. هو عاوز الزاوية دي كلها على بعضها زاوية أ د ج، فأقول له زاوية أ د ج هتساوي 45 زائد ال60، يطلع معانا 105 درجة. طبعا السؤال ده متكرر في الامتحان اللي فات، أنا افتكرت دلوقتي اهو. فتعالى نقول كمان مرة اللي احنا قلناه، سريعا. كبر لك الرسمة اهي، المثلث اللي على الشمال ده متساوي الأضلاع، يبقى دي ب60 ودي ب60 ودي ب60. المثلث اللي على اليمين ده متساوي الساقين، عندك زاوية قايمة اهي، يعني دي ب90 ودول الساقين اللي بيساووا بعض، يبقى أقدر أجيب زاوية أ ود، أقول له 180 ناقص 90 على الاتنين، 45 و45. هو عاوز الزاوية دي كلها على بعضها، أجمعهم بقى 60 و45. السؤال رقم 4 بيقول إيه؟ السؤال رقم 4 أول واحدة فيه إن أنا عندي مثلث فيه أ ب50 وب ب70، طبعا رتب أطوال الأضلاع تنازلية. الأول هجيب زاوية ج اللي ناقصة دي، هقول له 180 عشان مجموع زوايا المثلث 180 ناقص ال50 وال70، تطلع معاك ب60. هو عاوز يرتب أطوال أضلاع المثلث تنازليا، من الكبير للصغير. طبعا أنت كده عندك أ ب50 وب ب70 وج ب60، فأكبر زاوية هي زاوية ب، أقول له زاوية ب، ها تنازليا عاملين فين؟ من الكبير للصغير، يبقى أكبر من زاوية ج أكبر من زاوية أ. أنا قلت أكبر عشان تنازلين، عشان من الكبير للصغير، أنت فاهمني؟ ماشي. الب مين الضلع اللي قدامه؟ أ ج، لسه قايل بقى خد الحرفين الناقصين وما تشغلش بالك بقى. الجيم هو الب أ أو أ ب، الألف هو الب ج، بس طبعا دي بما أن واللي تحت دي اسم. حلو، خدها سكرين يلا، ما تاخدش صورتي يا حيوان، خد المسألة بس. السؤال رقم 4 ب، همسح بقى ده ماشي، أنا عايز رقم 4 ب، امسح مش شخبط. ماشي. رقم 4 ب بيقول لك إيه؟ اثبت إن مثلث أ ب ج متساوي الساقين. طبعا عشان أثبت إن هو متساوي الساقين أثبت إن في زاويتين زي بعض. الأول هجيب زاوية ج دي من إيه؟ أقول له بما أن قياس زاوية ب ج د ده خط مستقيم ب180 درجة، خط مستقيم أهو، أو
خط مستقيم زاوية مستقيمة، فأقدر أجيب زاوية ج اللي هي ب ج ألف اللي هي زاوية ج يعني، أقول له 180 ناقص 30 130 طلعت ب 50 درجة. كده بقى معاك زاوية ج ده أهي ب50. فاضل لك كده زاوية مين؟ ب. فأقول له زاوية ب 180 ناقص 65 زائد 50. 65 و50 115 صح؟ 115 ناقص 8 يطلع 65 صح كده يا أستاذ. كده أنت استنتجت إن زاوية أ طلعت زي زاوية ب. إذا المثلث أ ب ج متساوي الساقين عشان طلع فيه زاويتين قد بعض. ماشي يا ولاد؟ ماشي، رد عليا، قول حاضر، قول ماشي، قول أي زفت على دماغك. السؤال رقم 5 ألف. حلو، أيوة كده ادينا فكرة جديدة كده، هو مش جديدة يعني بس شكلها مختلف يعني بس سهل. هنا بقول لك اثبت إن أ ب بيساوي د ه. والله سهلة وعبيطة ولعبة إيه. تعالى يا ابني في المثلث اللي على اليمين، في المثلث أ ب ج. طبعا عندك زاوية ب دي ب90 وعندك زاوية ج ب30. حضرتك حافظ من زمان بقى، وأنا حفظتها لك في المراجعات وحفظتها لك في كل المسائل إن الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر. يبقى أقول بما أن الضلع المقابل الزاوية 30 بيساوي نص الوتر. فين بقى الضلع المقابل؟ إذا الضلع اللي قصاد الزاوية 30 هو الألف ب، بيساوي نص الوتر اللي هو الألف ج، لأن دي الزاوية القايمة ده كله وتر. وأسمي ده رقم 1. كده أنا خلصت أول مثلث. تعالى في المثلث اللي فوق ده، في المثلث أ د ج. عندك د دي ب90 حلو، والدال ه ده متوسط في المثلث أهو، متوسط أهو في النص أهو. فأقول له بقى ده المتوسط في المثلث القائم. طب ما هو طول المتوسط الخارج من رأس القايمة برضه بيساوي نص الوتر. ودي رقم 2. بص بقى الواحد واتنين، هتلاقي نص الألف ج اللي عندنا كتير قبل كده. قلنا هنا نص الألف ج وهنا نص الألف ج، دول زي بعض. يبقى إذا الألف ب بيساوي الدال ه، وهو المطلوب إثباته اللي هو ألف ب بيساوي الدال ه. اعمل المثلث ده لوحده والمثلث ده لوحده وساوي الاتنين ببعض. السؤال الأخير معانا في الامتحان، آخر سؤال معانا، وطبعا حضرتك حليته كتير. تعال نشوفه كمان مرة يلا. هنا طبعا هنا إيه، أنا كنت حاطط كذا طريقة للحل قبل كده، قلت إن إحنا نحط أرقام وممكن نقراها بالثلاث حروف. فأنا هحلها هنا بالثلاث حروف وخلاص، ولكن لو أنت عاوز تقرأها بالرموز أو بالأرقام سهلة برضه. سمي الله كده. طبعا في المثلث اللي فوق أقول له في المثلث أ د ج. عندك أ د أكبر من د ج، عشان أ د ب6 سنتي والد ج ب5 سنتي، ده الكبير وده الصغير. فين بقى الزاوية اللي قدام الكبير؟ هي زاوية ج، بس لما بنيجي نقولها ما بنقولش زاوية ج، بنقول زاوية د ج أ. بنقرأها بالثلاث حروف ونحط الحرف اللي احنا عاوزينه في النص اللي هي زاوية ج يعني. أكبر من الزاوية اللي هناك اللي هي زاوية أ اللي هي زاوية د أ ج. بس كده حلو. وسمي ده رقم 1. تعالى في المثلث اللي تحت أ ب ج. مين الكبير؟ أ ب. ليه؟ عشان أ ب دي ب7 ودي ب4، فالألف ب اللي قدامه هي زاوية ج برضه، فأقول له زاوية أ ج ب. طبعا تحت بقى أ ج ب أكبر من زاوية إيه اللي قدام الب ج هي زاوية أ، بس تتقرا من تحت برضه ب أ ج. وأسمي ده رقم 2، وفي الآخر أقول له بجمع 1 و2، أجمع الاتنين مع بعض يعني. احنا قلنا هنا فوق إن زاوية ج أكبر من زاوية أ، وتحت قلت إن ج أكبر من أ، يبقى لما تجمع هتلاقي إن زاوية الج فعلا اللي هي اسمها ب ج د بقى اللي هي الكبير، ب ج د أو د ج ب أكبر من زاوية ب أ د. هو ده اللي هو طالبه في السؤال. وبكده نكون وصلنا لآخر سؤال في الامتحان. طبعا محافظة سهلة ما فيهاش أفكار كتير، وطبعا بنرغي يعني بنقولها بسرعة لأن هي الأفكار ما فيهاش أفكار كتيرة يعني. لو أنت استفدت مننا ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتدي لنا دعوة حلوة كده وتشير الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشير الفيديو على قد ما تقدر، ونشوفكم في فيديوهات الجديدة إن شاء الله. مع السلامة.